لو عندك مكنة خياطة تعالي نقولك هتعملي ايه بالخيط التيراكو ده او خيط الكروشيه اللي تقدري تعملي بيه اشكال حلوة قوي ليكي، سواء في عباية، في جلابية، في بلوزة، حتى لو هتعمليها لبنوتك. انا شخصيا عندي مكنة وهجرب الموضوع ده، لاني اول مرة اعرف ان الخيط ده ممكن يمشي عادي على المكنة. تعالوا شوفوا هي هتعمل ايه. هتعمل شكل حلو قوي، ينفع تحطيه على عباية او على بلوزة، كأنك متعظاها يعني، او مودياها مكنة تطحيز اللي هي الاشكال اللي بتبقى بالخيط. هي طبعا هنا بتتني الاول القطعة القماش اللي هي عايزاها، خط فوق وخط تحت، عشان هتبدأ تعملها زي مثلثات. في نهاية الشكل هيبقى حلو قوي. شايفين هي كده عملت خط فوق وخط تحت. بصوا بقى، بصوا على الوش بقت مقفولة ازاي، كأنك جايبة مكنة تطريز عندك في البيت. تبدأ بقى تعمل المثلثات، واحدة فوق واحدة تحت، لحد ما هتخلص القطعة القماش اللي هي عاملاها. هي برضو طبعا دي تنفع مرض في بلوزة، في فستان، هتبقى عاطيه منظر حلو قوي وشياكه. وبعدين خصوصا برضو ان لما بيبقى عندك بنانيت بقى وحابه تعملي لهم فساتين، تبقي عايزه تدخلي لهم شغل فيه. بصوا بقى في النهايه بقى شكلها حلو قوي قوي. ايه رايكم؟ بصوا شكلها تحفه بجد. وهتقفلها بقى كمان، هتعمل خطين كمان من تحتيها كده، تبقى عاطيه شكل. حابه تستكفي بالمنظر ده، هو في حد ذاته حلو قوي. يعني انت ليكي حريه الاختيار، بس هي مجرد ان فكره الخيط الكروشيه او خيط الصوف ده تشتغلي بيه على المكنه السنجر العاديه، ده في حد ذاته كانت فكره كويسه جدا. وعشان كده انا حبيت انقلها لكم. اتمنى ان الفيديو يعجبكم وينال رضاكم، واشوفكم على خير، وما تنسوناش في اللايك والشير. سلام عليكم.